تخيل معايا هناك في غابة في البرازيل في شجرة واقف عليها فراشة بتحرك جناحها بحركة بسيطة ملهاش وزن ولا صوت. وبعد أسابيع هناك بعيد يحصل إعصار مدمر في تكساس في أمريكا. إزاي رفرفة جناح فراشة من هناك تعمل الإعصار الرهيب ده؟ تعال أحكي لك عن أثر الفراشة. هو يعني إيه تأثير الفراشة؟ الفكرة بسيطة جدا. الأحداث الصغيرة دلوقتي ممكن تخلق تغيرات ضخمة قدام. يعني أي حاجة بسيطة بتحصل في الحاضر بتاعنا دلوقتي ممكن تأثر في تسلسل المستقبل قدام، وممكن بعد سنين تشوف نتيجة الحدث ده. ده يتسمى بديناميكا الفوضى. بص، هتبدأ سنة 1961 مع العالم الأمريكي إدوارد لوران. كان بيحاول يعمل برنامج على الكمبيوتر للتنبؤ بالطقس. وفي مرة بدل ما يكتب 0.506127 خلى المعادلة أبسط وكتب 0.506. فرق بسيط جدا، بس لما شغل النموذج كانت النتيجة مختلفة تماما عن النتيجة الأولى. لورنز وقتها لاحظ إن التغيرات البسيطة في البداية ممكن تخلق اختلافات كبيرة في النهاية. خلينا